السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد معاكم وروتين جديد. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. متنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. الفيديو اللي فات كنا جبنا مع بعض الكوسة والبرنجان، قورتهم كده. دي كان تاني يوم. كنت مقوراهم على بيات. عشان كنت بقى زمان قلت لكم الفيديو اللي فات كده ان الوقت اتاخر. قال لي انتوا رحتوا اتفرجتوا على الفيديو اللي فات وعرفتوا ايه اللي فيه وجبنا ايه. قولوا او النبي. المهم هنا كنت قورتهم بقى، كان الوقت اتاخر بقى الساعه 12. حطيتهم في كيس وحطيتهم في التلاجة وقمت الصبح كده. توكلت على الله وقلت بسم الله الرحمن الرحيم ورحت مشغله البوتاجاز بتاعي. ضربت كام بصلايه كده وحطيتهم في زيت وفلفل. فلفل متطول اللي هو الحامي دوت. وحطيت الزيت لما سخن شويه. الزيت والبصل كده اتحمصوا. انا مبحمرش البصل قوي يا جماعه وكده عشان الحموضه والقولون، وربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. يا دوبك يدبل بس كده يبقى اروح نازله عليه بالفلفل. عايزه تحطي توم حطي، بس انا بكتفي بالفلفل بس. بيدي البرنجان طعم وريحه حلوين. المحشي بيديله طعم حلو. ودي الصلصه دي كنت متفرزاها معاكم اول ما فتحت القناه. نفعتني. طلعتها برضه حطيتها، هي متسبكة فانا ما بخليهاش تتسبك اوي. هو يعتبر يعني المحشي مش ني، مش نقول ني في ني. هي كل حاجة كده بس على السريع على السريع على النار كده. ما بخليهاش يا دوبك تسخن ويبقبقوا بس. يغلوا غلوة واحدة بس وبروح طافية البوتاجاز. اروح واخدة ده كله بقى كده، واخدة الصلصة بتاعتي ورايحة على الرخام. غسلت الرز بتاعي، كنت قطعت الخضرة وغسلتها. وحط الصلصة عليها دلوقتي. دي الكوسة اهي. واللي جنبها دي المصارين كنت نقعاها جايباها ونقعاها بملح ودقيق وخل. واللي هناك دول البهارات. جيت ادلق الحلة صراحة لقيتها تقيلة وسخنة، فقلت ما اخد بالمعلقة كده. اهو قعدت لحد ما خففت بس شوية من الصلصة لانها كانت تقيلة وسخنة. وهحطهم وبعد كده احط البهارات. الصلصة كده كده ساخنة، يعني عايزة تحط البهارات وهي على النار ماشي، عايزة تحطه هي كده ماشي. كده كده ساخنة يعني. في ناس بتروح نازلة بالرز والخضار على النار ويديلهم تقليبة كده. والله يا جماعة احنا قلنا الطبخ ده أذواق وكل واحد على حسب ما اتعود. دي طريقة صح وتنفع ودي طريقة صح وتنفع. وفي ناس برضو ما بيسبكوش الطماطم، بيضربوها من على الخلاط. تبقى نايف ناي خالص بقى، محطوش أي حاجة على النار. برضو كل واحد وأذواق وربنا يحلل كل واحد ذاته يا رب. هنا حطيت ملح وفلفل وكمون وشطة والسبع بهارات ومرقة فورية وشوية كركم صغيرين. وهقلب بقى البهارات بتاعتي كلها مع بعضها اهوت. متنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اهو هنا بقى قعدت اقلب، لقيت برضو ان حسيت ان الطماطم برضو شوية. رحت بقى شايلة كده الطماطم خفت من الحلة يعني بقى شوية، رحت دلقاها. هنا رحت مقلبة الطماطم اهي. دي القلب اللي طلع من الكوسة بعد ما قورنا، بروح فرشاه كده في الحلة. انا هوريكم بس واحدة اتنين كده. والمطبخ بقى عشان مشغلة البوتاجاز كان حر جدا، فرحت طالعة برا بقى الصراحة في الصالة تحت المروحة. اوريكم ازاي هعملها ورحت طالعة برا. هنا هو خلاص عملت البرنجان. وهنا الكوسة اهيت. انا كنت بعمل بسرعة خايفة النور يقطع صراحة. فعملتهم اهوت واخدهم بقى سويه. وهنا بقى اللي انا كنت خايفة منه حصل. هنا قلت برضه كان عندي فرختين. فرحت قلت احطهم في الحلة هنا يستوي. حطيت المية السخنة وشوية ملح وفلفل وبهارات ورق لوري. وهسقطهم فادي بقى. بس هنا حصل ايه بقى، غمضة عنكم النور قطع. شفت النور جو. شفت انا شاطرة ازاي. النور كان جه كنت سلقت المصارين وسويت المحشي والبرنجان. والفرختين استوى واحدة وقلت اجيب واحدة بس النهاردة كده ناكلها النهاردة. دي جبت طماطم وعصرت عليها ليمون وشوية ملح وفلفل وشوية زيت. وهدن بهم الفرخ. انا ما بدنش يعني عايزة تديني ظهر ووش وتدخلها ماشي، بس كده كده انا بقولي الصلصة بتقع شو يعني. انا بدهن الوش اهو. بدهن اللي هيتحمر الاول اهو. ادهنه كله كده.
واروح مدخلاه الفرن، وما تطلع واجي اقلبها اروح عاملاها هنا. والنور كان قبل ما يجي كنت انا قلت شويه برنجان، ما قلتش البرنجان كله، قلت بس طبق منه، لان انا عارفه ان هم هيسيبوا البرنجان هيركنوه ويخشوا على المصارين والكوسه، ان هم الاغلبيه والحب يعني للكوسه والمصارين مش للبرنجان النهارده. اهو رحت دخلت بقى الفرخه تتحمر من على الوش، وما اجي اقلبها اروح ده الباقي هنا. هو رحت بقى بكمل معاك اهو شويه المصارين الباقيه. والحله اللي هناك دي كنت حمرت شويه لسان عصفور برضو، والنور قاطع على الكشاف كده. بعمل ايه يا جماعه؟ ما يدوبك النور بيجي بيطلبوا الاكل، ف بشغل الكشاف كده بتاع التليفون وراح عامله على الاكل. الجيش قالك اتصرف، واحنا ستات شاطرين، فاللي بنقدر نعمله في الضلمه بنعمله، واللي بنعمله في النور عادي. هنعمل ايه؟ ربنا أزمة وهتعدي، وربنا يفكها علينا يا رب جميعا. انا حمرت المصارين اهوت، هحمر معاكم من كل حاجة طاسة تقريبا كده وخلاص. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، اهم من اللايك والاشتراك ذات نفسه. هنا اهوت تاخد من الكوسة برضو، هحمرها معاكم. البوتاجاز طول ما هو سخن بيسخن الشقة كلها، وطول ما هو مطفي الشقة تراوح شوية، تحس ان نار بتقابل الواحد كده في الصالة بالمطبخ كده، والواحد طول ما هو مشغل البوتاجاز. او حتى لو الواحد عمل كوباية شاي تلاقي المطبخ كله سخن. ربنا يعافينا من نار جهنم جميعا يا رب. هنا بوريكم لسان العصفور. لسان العصفور دي يا جماعة كان حروف اللي هي ABC والكلام ده. هنا اهو الفرخة وشها اتحمر، هقلبها اهوت. انا مش عايزة بس المكان دوت يتحرق، اه يتقشر قصدي. هنا اهو راح بقى دهنة ده وراح مدخلاه. لكن كنت ده بحس ان انا دهنتها من الاول كده اجي ادخلها، لا اللي هو في الظهر دوت راوح، فالفرخة بتبقى لون ولون. وده كان الاكل بتاعنا، وتفضلوا معانا. متنسوناش باللايك والاشتراك، ومع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد.